بص، انا طالع احكي معاك كده كاخ لاخوه بس مش اكتر يعني. لو انت يا اسطى، الموت مش بيخوفك، مش بيخليك تخاف، مش بيخليك تقلق من اللي جاي من المستقبل، يبقى انت كده في خطر. لما ابقى انا مثلا، انا دلوقتي مثلا انا احمد اهو، نزلت الفيديو ده. تمام، سواء الفيديو ده اللي انا نزلته دلوقتي، اللي انا هنزله على الصفحة دلوقتي، ده كان كويس، كان وحش، كان فيه مثلا ان انا برقص، كان فيه ان انا بنزل حاجة مفيدة، كان فيه ان انا بنزل مثلا حاجة مش كويسة. كل ده كل ده هيبقى من ضمن من ضمن ايه، من ضمن تاريخي، اللي الناس هتفتكرني بيها، تقول لك بص والله فلان ده كان وكان، ويا اخي والله العظيم بص الواحد ما بيحبش يسمع سيرته. طب تخيل بقى العكس، ان الناس كل ما بتفتكرك بتيجي سيرتك حلوة على لسانهم على طول. على فكرة الكلام ده ليك سواء كنت مسلم ولا مسيحي، مش لازم بالضرورة تكون مسلم. لو انت مسلم فانت عارف ان انت الموت ده المفروض ان هو يخوفك، ولو انت مسيحي فعلى الاقل يعني سيب حاجة كويسة الناس تفتكرك بيها. ما تبقاش انت قاعد طول الوقت ما بتعملش اي حاجة غير ان انت آه، بتضايق غيرك، بتيجي على نفسك. ما هو اللي انت بتعمله ده كده بتيجي على نفسك، الناس بتتضايق منك. وعلى فكرة اصلا مش شطارة منك، ولا اللي هو انا مخوف الناس حواليا، وانا الناس ما بتقدرش حد يتكلم معايا. على فكرة ده مش حلو. الحلو ان انت تبقى محبوب، الناس تحب تقعد معاك، تبقى شخص كده قريب، سهل لين. آه، فاهم قصدي؟ والله العظيم انا بحكي معاك باخوي، يعني انا قاعد دلوقتي بعد الفجر وجه في بالي ان انا عايز اطلع احكي معاك بس مش اكتر. آه، فخدها مني باخويه، يعني ما تفهمش الموضوع ان انا، لا انا شاب زي زيك والله العظيم، ويمكن الفيديو ده يظهر لك في اي وقت. انا شاب زي زيك، عندي 29 سنه. يعني حياتي في المتوسط زيك برضو. بقبض زيك، باكل وبشرب نفس الاكل بتاعك، بعمل شاي الصبح، بعمل قهوة، آه، كل الحاجات اللي اي بني ادم طبيعي بيعملها. ومش بتكلم معاك كده من باب ان انا احسن منك او ان انا بنصحك، لا، هو من باب بس ان احنا بنفكر بعض. احنا عايشين في الدنيا دي عشان نفكر بعض. انت لو انا عندي حاجة غلط انت تقول لي والله يا ابو حميد انت عندك بتعمل دي غلط، انا احاول ان انا اصلح من نفسي. هل ده معناه ان انت ممكن تكون مثلا مش بتعمل الغلط ده؟ ممكن تكون انت بتعمله، بس يا اخي انت ما بتتمناليش الشر، وبتجاهد نفسك ان انت ما تعملش الحاجه دي، ايا كانت هي ايه. حاجه حرام، حاجه غلط، ضايق غيرك، ضايق نفسك، بتيجي على نفسك، ضايق ربنا منك. ما هو ده المفروض اول حاجه انت بتبص لها بقى، سواء كنت مسلم برضو او مسيحي. آه، مش عارف بس حاسس ان انت لما تعمل كده، زي ما تقول كده ايه، آه، هو مفيش حاجة أصلا بقالك في الدنيا دي غير سيرتك بعد ما أنت تموت. يعني مفيش أي حاجة تانية هتبقى لك. الفلوس بتاعتك مش هتستفيد بيها في حاجة، ده أكيد يعني. غيرك هتفضل أنت تجمع في الفلوس وغيرك هو اللي هياخدها. أي حاجة هتعملها هتبنيها في الدنيا دي عمرها مؤقت، 50 60 سنة أو 20 سنة. ما يغركش عمرك إن أنت لسه صغير برضو. وخلاص، خلاص ما بقاش موجود بينا، انتهى خلاص. انا خلصت، قلت الكلام اللي كنت عايز اقوله في قلبي. لو انت وصلت لهنا فانت كده بتحب احمد المرواني وبتحب ان انت تسمعني. وانا ابقى مبسوط ان انا ابقى صديق ليك يعني. فتشرفني في الصفحة بتاعتي ونحكي كل يوم ان شاء الله. سلام.